فوازير أكلة مفنونة. يا مساء الفرحة، معاكم مونيكا ميشيل، ويلا بينا نلعب بفزورة جديدة بأكلة حلوة. بس الأول استنى، حل طبق امبارح كان فيلم عسل اسود، وهنكشف حالا الطبق اللي مخبلنا أكلة مفنونة. حبات بيضة ملهاش صوت، لو زادت تقلب المود، تدخل في مشروب وتستخبى، وتخلي الطعم يعدي حبة، والتاني مش رقم ثابت ولا عدد، دي حاجة لما تكتر هتتعب بجد. في مسلسل ستات تقيلة المقام، نادية ونبيلة وسميحة وهالة في زحام، كلمتين لو جمعت الطعم مع الكترة هيجيلك الاسم في فكرة. هنسيب الآن الفزورة المفنونة وهنروح نعرف عن الأكلة معلومة. ما تستغربش لو أكلت منه ولقيت نفسك بتاخد قرار سريع، لأنه بيأثر بشكل واضح على طريقة اتخاذك للقرارات. وقالك العلماء ده عشان بيعيد برمجة دماغك وبيعزز جواك نظام المكافآت اللي هو الدوبامين. يعني مش بس كده، لأ، دي زيادة منه بتوصلك لإدمان الأكل. وكمان ممكن تلاقي نفسك نسيت حاجات كتير ومش عارف ليه، لأن العلماء برضو قالوا إنه بيأثر على الذاكرة وكمان الإدراك. فخد بالك، يعني حاول تخليه مظبوط كده. قولي، ها وصلت؟ عرفت حل الفزورة؟ طيب عرفت اسم الأكلة؟ اكتب تحت في الكومنتس. ودلوقتي شبعنا خلاص وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستنى بكرة 7:30 بالظبط هاجي ومعايا الحل، وكمان هنلعب سوا بفزورة جديدة في أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى، هتتسلى، لسه كتير فوازير. أكلة مفنونة.